في أماكن على كوكبنا الأبيض فيها مش لون سلام. الأبيض هناك يعني برد وصمت وأرض لو غلطت فيها غلطة واحدة ممكن ما يبقاش عندك أي فرصة تانية. في الأماكن دي مفيش أي رفاهية، مفيش ضعف، مفيش حاجة اسمها نجرب ونشوف. يا إما تكون عارف أنت بتعمل إيه يا إما مش هتكمل. والنهاردة إحنا مش داخلين على فيلم خيال علمي ولا هنتكلم عن أسطورة قديمة أو قصة رعب. النهاردة هنتكلم عن حكاية كائن حقيقي، لكن حقيقته دي أغرب من الخيال. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أسرار ما وراء الطبيعة على برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن الدب القطبي. الدب القطبي مش واحد من الكبار، هو الأكبر فعلا، أكبر حيوان مفترس. الذكر البالغ منه وزنه بيوصل من 350 ل 650 كيلو جرام، وطوله من 2.5 ل 3 متر. أما بالنسبة للأنثى فغالبا وزنها بيكون أقل من 150 ل 250 كيلو جرام، وطولها بيتراوح من متر و80 لمترين ونص. لكن لو حامل فالقصة بتتغير تماما، لأن وزنها ممكن يوصل لأكتر من 500 كيلو جرام. وأكبر دب قطبي اتسجل في التاريخ كان ذكر ووزنه 1002 كيلو جرام وطوله 3 متر و70 سنتي. الرقم ده طبعا صعب أي حد يتخيله، بس دي الحقيقة. الغريب بقى إن الكائن ده اللي بنشوفه أبيض هو مش دايما أبيض. لون فرو الدب القطبي ممكن يتغير من أبيض ناصع لأصفر فاتح وأحيانا لبني خفيف، وده طبعا بيكون على حسب الفصل، زاوية الإضاءة، وكمان أشعة الشمس. والحقيقة بقى إن فرو الدب القطبي نفسه شفاف، هو كل اللي بيعمله إنه بيعكس ضوء الشمس، عشان كده بيبان لونه أبيض. لكن لو بصينا على جسمه هنكتشف تفاصيل غريبة جدا. يعني مثلا رجله اللي ورا أطول من اللي قدام، فجزء جسمه الخلفي بيكون أعلى من كتافه. بالنسبة لكفوفه بقى بتكون ضخمة جدا وقطرها بيوصل ل 30 سنتي، وده مش استعراض حجم، هي بتبقى عاملة زي أحذية تلج بتوزع جسمه علشان ما يغرقش في التلج أو الجليد. أما بطن رجله فلونه أسود وفيه وسادات سميكة ونتوءات جلدية بتعمل احتكاك وتمنع انزلاقه، وكمان في شعر بين الصوابع علشان تزود من قوة التماسك. ودانه صغيرة جدا، أصغر من باقي الدببة، ودي علشان يفقد حرارة أقل، لأن هو عايش في منطقة جليدية درجة الحرارة فيها قليلة جدا جدا جدا. ومن الحاجات الغريبة جدا بالنسبة للدب القطبي هي قوة العضة بتاعته. العلماء بيقيسوا قوة العض بحاجة اسمها ال PSI أو ال Pounds per Square Inch، رطل لكل بوصة مربعة. خلينا نشرح الكلام ده بطريقة أبسط. يعني تخيل مساحة صغيرة مثلا قد طابع بريد كده، الدب القطبي يقدر يضغط عليها بقوة توصل ل 1200 رطل، يعني كأن وزن عربية صغيرة مضغوطة على مساحة قد كف إيدك مثلا. والقوة دي مش استعراض، دي علشان يقدر يقطع الجلد السميك للفريسة بتاعته ويوصل لطبقة الدهون اللي جسمه محتاجها علشان يعيش. وعشان كده الدب القطبي عنده أقوى عضة بين كل أنواع الدببة. وطالما اتكلمنا عن الفرائس خلينا نعرف هو بياكل ايه. اغلب اكله بيعتمد على حيوان اسمه السي شيل او الفقامات. والفقامات دي عبارة عن حيوانات بحرية بتعيش نص حياتها في المية ونصها على الجليد. شكلها اقرب لكلب البحر، جسمها مليان دهون، والدهون دي طبعا مهمة جدا عشان تساعدها ان هي تعيش في البيئة اللي هي موجودة فيها. والدب القطبي طبعا بيتارجت الحكاية دي لانه محتاج الدهون دي بالذات عشان تديله الطاقة اللي تكفيه لايام طويلة في بيئة قاسية. الدب القطبي مش صياد جليد وبس، ده كمان سباح شاطر. في الطبيعي بيقدر يغوص لمدة بتوصل ل 30 ثانية، وده طبعا وقت كويس جدا لحيوان بحجمه. لفترة طويلة كانوا فاكرين ان اقصى حاجة ممكن يعملها الدب القطبي انه يغوص لمدة دقيقة، لكن في منطقة اسمها سفالبارد، ودي جزر قريبة من القطب الشمالي وتابعة للنرويج، العلماء رصدوا حاجة غريبة جدا. دب قطبي غاص لمدة 3 دقايق و10 ثواني تحت المية، وده كان أثناء مطاردته للفقامات. الدب القطبي مش مجرد حيوان أبيض، ده كائن كل خلية فيه محسوبة، كل تفصيلة ليها هدف. ولما بنتكلم عنه في سلسلة أسرار ما وراء الطبيعة على برين بايتس بودكاست، احنا بنحكي مش عشان الدهشة، احنا بنقول عشان نفهم ونبسط ونشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في خلقه، وان الخلق ده دقيق جدا وقدرة ربنا سبحانه وتعالى فيه مبهرة. كل كائن هنتكلم عنه لو وقفنا قدامه شوية هنعرف ان مفيش حاجة خلقت عبث. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة قريب.